السلام عليكم. فيديو النهاردة خفيف وبسيط جدا. هنعرف ازاي نحول الفراخ المسلوقة لفراخ مشوية بطريقة بسيطة جدا، والفراخ بتاخد طعم ولون الشوي وهتعجب كل اللي هيدوقها. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله. اول حاجة عندي الفراخ المسلوقة بتاعتي، خرجتها من الشوربة وصفيتها كويس وسبتها تبرد. ودلوقتي باستخدام الخلاط هبتدي اعمل التتبيلة. اول حاجة عندي 3 حبات كبار من الطماطم، قطعتهم احطهم في الخلاط وبنزل عليهم ببصلة كبيرة متقطعة وحبة من الفلفل الاخضر ومعاها نص حبة من الفلفل الاحمر، ممكن تستغنوا عن الفلفل لو حابين، وحوالي 5 6 فصوص توم، وبضيف عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، ممكن تضيفوا فلفل حامي لو حابين. وهضيف التوابل، نص معلقة من الملح، بمنكترش الملح عشان لسه هنضيف شوربة. معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من البابريكا، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الزيت. طبعا ممكن تضيفي التوابل اللي انت عايزاه. وعندي هنا كوباية من شوربة الفراخ، وهاخد كل المكونات ديت وهضربها واخلطها كويس قوي لغاية ما تنعم، وده بيكون شكلها ريحتها حلوة جدا. ودلوقتي حطيت منها حوالي 3 4 معالق في أرضية الصينية وبوزعها كويس، وهرص الفراخ بتاعتي على التتبيلة. التتبيلة اللي انا عملتها دي بتكفي فرختين. لو زادت عندك ممكن تشيليها في علبة او في كيس بلاستيك في الفريزر وترجعي تستخدميها تاني، مفيش اي مشكلة. وبعد ما رصيت الفراخ هحط دلوقتي عليها من التتبيلة، بوزعها عليها كويس واخليها تغطي كل جزء من الفراخ. وهنا بستخدم الفرشة عشان اوزع التتبيلة كويس واوصلها لكل جزء من اجزاء الفراخ، عشان الفراخ كلها تاخد لون واحد وتطعم من التتبيلة. وهدخلها دلوقتي على فرن سخن، بحطها على الرف اللي في النص مدة ربع ساعة، يدوب تغلي غلوتين وتتشرب التتبيلة وتاخد لون حلو. وهشغل لها الشواية اخر 5 دقايق تاخد لون الشوي الحلو. المدة اللي بتقعدها في الفرن حسب درجة حرارة فرنك، وممكن كمان ما تحتاجيش ان انت تشغلي الشواية. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، شكلها تحفة، حاجة كده جميلة تفتح النفس، خدت لون وشكل الفراخ المشوية من غير تعب ولا وقت طويل. وكمان الصوص اللي تحت الفراخ او التتبيلة اللي بقيت منها بتتقدم جنب الفراخ، طعمها حلو جدا. وده شكل الفراخ النهائي، رشيت عليها رشة من البقدونس، ممكن تقدميها جنب محشي او مكرونة او رز، وممكن تعملي جنبها شوية ملوخية وسلطات، طعمها جميل جدا. اتمنى تعجبكم وتجربوها. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.